قد يدل مشهد هذه البيوت المتراصة لبعضها والمبنية على مساحة كيلو متر مربع فقط على جزء من الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون في مخيم بلاطة، لكن نظرة عن قرب تبرز لك تفاصيل المأساة بكل أشكالها. عائلة خالد عليان المكونة من 9 أفراد تعجز عن توفير مصدر رزق لها، فالدخل الوحيد الذي كان يحصله رب الأسرة انقطع تماما بعد توقفه عن العمل، ولا تعتمد العائلة الآن لمواصلة حياتها سوى على مساعدات بين فترة وأخرى. ماما هلأ ما في مجال، يعني تصبر علينا شوي مثلا. شايف بابا بيشتغلش، بس يأمن بابا شغل إن شاء الله. نحاول يعني نكمل لك. يعني مرات الولد بسكت، مرات ما فيش مجال انه الولد يعني بضل طفل، يعني بحاجة انه ينسأل، بده يعني ماما كل يوم بدك تحكي لنا فيش 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 فيش، يعني الصغار بيطلبوا. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بديش حاجة يعني اكثر ما انه وصلت انه يتعشوا يتغدوا مي سخنة الاولاد، يعني والله تصدق مي سخنة كانوا يتعشوا الاولاد. وطن للأنباء تواصلت مع اللجنة الشعبية في المخيم حول وضع العائلة. اللجنة قالت إنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على وضع العائلة، وهي تؤكد أنها بحاجة للتأهيل أكثر من الحاجة للمساعدة. يكون هناك رعاية للأسرة نفسها لأطفالها، تأهيل الأسرة بشكل كامل، أن يكون هناك متابعة فعلا للأسرة، سواء لرب الأسرة، لربة الأسرة وللأطفال نفسهم. يكون هناك تشكيل لجنة من داخل المخيم. وقد تمثل العائلة نموذجا من مئات النماذج في مخيم بلاطة والمخيمات الفلسطينية التي نالت حظا من الحاجة والعوز دون وجود من يقدم لها يد العون والمساعدة. هذا يتطلب موقف حكومي مسؤول أولا، ثانيا يتطلب موقف شعبي ورسمي مسؤول أيضا اتجاه تقليصات الوكالة واستهدافها لواقع المخيمات وتغييب خدماتها. ويعيش في مخيم بلاطة نحو 30,000 لاجئ عانوا مؤخرا من تقليص الخدمات المقدمة لهم، كما غيرهم من اللاجئين في مخيمات الضفة وغزة الذين باتت تلاحقهم النكبة بشكل يومي. من مخيم بلاطة بنابلس، أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.